ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في الحلقة التانية من حديثنا عن لجنة البي ار او العلاقات العامة. وزي ما قلنا لكم في الحلقة اللي فاتت ان احنا هنقسم اللجنة لثلاث مراحل: internal external presenter. وبالفعل بدأنا في المرحلة الاولى وهي الانترنال، فخلوني دلوقتي اكلمكم عن المرحلة التانية وهي الاكسترنال. وفي المرحلة دي أهم المهارات اللي بحتاج أتعلمها هي مهارات زي الكوميونيكيشن سكيلز كلها، البودي لانجوج، النيجوشيشن and persuasion، وأخيرا how to deal with partner and speaker. عارفة تسألني وتقولي طب وكل المهارات دي أنا هحتاجهم في إيه؟ مش مهارة واحدة تكفي يعني؟ هقولك أكيد لما بنختار سبيكر أو بارتنر وبنحدد معاه ميتنج علشان فيه نتفق على كل التفاصيل الخاصة بالديل ونخرج بوين وين سيتويشن، أكيد هكون محتاجة مهارات زي التفاوض، النيجوشيشن، الإقناع، البرسويشن، وهاو تو ديل with him as a partner or a speaker. فبالتالي كل المهارات دي مهمة، ودراستي للمرحلة دي من العلاقات العامة في غاية الأهمية. أما آخر مرحلة في العلاقات العامة فهي البريزنتر. أكيد طبعا خمنت إن فيها هتعلم المهارات اللي بتأهلني إني أكون بريزنتر. بالظبط كده، فيها تتعلم مهارات زي how to make a presentation، البرزنتيشن سكيلز كلها، إزاي تكتب سكريبت ناجح، وأخيرا تريكات البابليك سبيكينج. ده كله بنتعرض له أكتر يوم الإيفنت، فبتبدأ تستقبل الضيوف والشخصيات الهامة، وبتمثل في اللحظة دي فعلا واجهة الفريق لأنك بتكون البرزنتر. وبعد ما تعرفنا على كل مراحل البي ار، هيجي الدور ان احنا نتعلم المهارات اللي تخليك عضو بي ار ناجح، لكن ده هنتكلم عنه في الحلقات الجاية. استنونا.